السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي، قناة منى محمود عثمان. النهاردة كنت بستلم الجايزة دي يا جماعة في مسابقة طبخ، بحضور لجنة تحكيم أستاذة سارة سمير وأستاذة شيماء الحديدي وبنت الغفير. وهنا ندى بنتي ندوشة كانت بتستلم الهدية بتاعتها لأنها خدت المركز الأول، وأنا خدت المركز الخامس بحضور مجموعة من الفنانين ومجموعة من الإعلاميين، أستاذة سارة سمير، أستاذة شيماء الحديدي وبنت الغفير. ما شاء الله يا جماعة، اليوم كان حلو قوي. وهنا بنوتي ندوشة وهي بتستلم الجايزة بتاعتها، ما شاء الله هي راجعة فرحانة جدا عشان عملت حاجة حلوة واتقيمت عليها. وانا كمان كنت راجعة يا جماعة فرحانة جدا. يعني هي القيمة مش في الجايزة، القيمة في ان انت عملتي حاجة عجبت حد وعجبت ذوق ناس زي دي. يعني دي تبقى حاجة كبيرة قوي بالنسبة لي. بصراحة الإعلامية سارة عجبها البيتزا بتاعتي جدا جدا جدا. يلا بينا اوريكم عملت الصلصة بتاعتها ازاي وكلها. وكده بعد ما حشيتها حطيت لها الحشوات بتاعتها، تحفة تحفة تحفة. اتمنى تجربوها يا جماعة. يلا بينا اوريكم عملت الصلصة الحلوة القمر دي ازاي. صلصة البيتزا، صلصة البيتزا اهم من العجينة يا جماعة، بتدي العجينة طعم حلو قوي، بيبقى ميكس كده بين العجينة والصلصة مع بعض، بيبقى حاجة تحفة قوي. يلا بينا نشوف المقادير والوصفة مع بعض. هحط قليل من الزيت، مش كتير، حوالي 5 فصوص من الثوم كبار على حسب كمية الطماطم اللي هتعمليها. كده خلاص، قبل ما التومه تاخد لون زي ما احنا شايفين كده، حضرت هنا طماطم مبشوره اضيفها. الطماطم تكون مبشوره تمام زي ما احنا شايفين كده. نسيبها على النار تتسبك. كده خلاص اتسبكت اهي، شايفين ما فيهاش طماطم ما فيهاش قصدي ميه خالص، الزيت بتاعها ناطر. هحط دلوقتي التوابل، سكر، زعتر، ملح، هقلبهم مع بعض وخلاص على كده. خلاص كده دي احلى صلصه تعملي بيها احلى بيتزا، طعمها تحفه تحفه من الجمال. اتمنى تجربوها وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر جرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله. واهم حاجه الصلصه تبقى بارده يا جماعه، ما تبقاش سخنه عشان ما تخليش العجين يفقد الخمر بتاعه. بصوا كده، حطيت عليها الصلصه، عملت ميني بيتزا. دي تعتبر يا جماعه مش ميني بيتزا، تعتبر ساليزونات، بس انا هعملها بطعم البيتزا. شايفين الجمال والحلاوه، طعم الصلصه دي تحفه تحفه تحفه، واتمنى ان انتوا تجربوها، بتديكي طعم حلو قوي للبيتزا.